إذا مشاهدينا نهاية علوم التاسعة، الآن عودة إلى أولينا مع خبر مثير. شخص مصري رفض يبيع رقم سيارته بقيمة 3 ملايين ريال. بتبيعي 3 ملايين ريال؟ بتبيعي انت رقم سيارتك ب 3 ملايين؟ طبعا اكيد. انا كمان اكيد. اذا في من يشتري هلا بنشوف. كما وعدناكم امس نعرفكم اليوم الى المصري هشام البيلي المقيم في العاصمه السعوديه الرياض، الذي رفض بيع لوحه سيارته بسعر وصل تقريبا الى 3 ملايين ريال. ترى لماذا رفض هذا المبلغ؟ نتابع مع نرجس العوامي. قد لا يصدق الكثير هذه القصة، ولكنها الحقيقة، فسيل طلبات الشراء لا يتوقف للوحة المميزة الأرقام، فشغف التميز جعلها تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي، ولكنها ليست للبيع إطلاقا. لو جابت 10 مليون مش هبيعها والله العظيم. بتاعت صديقي ما اقدرش، هو يقول لي خدها. اظرف شاب ظريف كده قال لي تأجرها لي. عايز يمشي بيها كده رقم واحد وخلاص. ضغط الأهل لبيع اللوحة لم يأتي بنتيجة، فموقف هشام لا يتبدل، وهو الإصرار بالاحتفاظ باللوحة والسيارة المقدمة من صديقه السعودي. سين جاية من السعودية، واحد من سعود، من فيها حاجات كتير. السين دي اللي يقول لي والله لو جايبه 50,000 اللي اربيعها، اللي يقول لي والله مش عارف انت ما تبيعش ليه انت. اقول لهم لا، استحاله طبعا. يعني الاولاد بقى على طول لما يكونوا معايا ويقولوا بيع وبيع بيع بيع يا بابا، بيع يا بابا. لا يخرج هشام في عطلة نهاية الأسبوع بسيارته، وقد يضطر لاستئجار ليموزين لكي يهرب من أعين الباحثين عن اللوحة التي أرقت غالبية المهتمين للحصول على لوحات مميزة لسياراتهم الفارهة. من الرياض، نرجس العوامي، MBC.